بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طلبة تانية إعدادي، أهلا وسهلا بيكم. معاكم مستر أحمد والي والرياضيات افهمها ببساطة. إن شاء الله هنبدأ النهاردة بشرح الدرس الأول اللي هو الأعداد الحقيقية. وقبل ما نخش في شرح الدرس، منهج تانية إعدادي من المناهج المهمة جدا، من المناهج اللي أنت هتحتاجها بعد كده، فما تذاكروش عشان خاطر تبقى عارف تحل مسائله في سنة تانية بس. الأهم منه إن سيادتك تبدأ تذاكر الدرس عشان هتستخدمه بعد كده خلال الفترة الجاية لغاية ما تخلص ثانوية عامة إن شاء الله. طيب، على بركة الله خلينا نبدأ عشان ما نضيعش وقتك. الدرس الأولاني فيه جزء للمراجعة، اللي هو إنك تفتكر مجموعات الأعداد اللي أنت درستها قبل كده. أول مجموعة أعداد درسناها كانت الأعداد الطبيعية n، وكانت ال n natural number كانت بتساوي صفر وواحد واثنين وثلاثة وأربعة إلى ما لا نهاية. طيب، بعد كده خدنا مجموعة الأعداد الصحيحة z، والزد كانت بتساوي صفر واحد واثنين وثلاثة وأربعة وسالب واحد وسالب اتنين وسالب تلاتة، الأعداد الموجبة والأعداد السالبة ومع الصفر اللي هو غير موجب وغير سالب. وبعدين درسنا حاجة اسمها الأعداد النسبية. الأعداد النسبية هي كل ما يمكن وضعه على صورة بسط ومقام، بحيث ان المقام لا يساوي صفر، زي اي ارقام انت خدتها في حياتك. يعني التلاتة ده ينفع عدد نسبي، طيب الاتنين على خمسة ينفع عدد نسبي، السالب سبعة على أربعة ينفع عدد نسبي. خلاص، جذر 36 عدد نسبي. ليه جذر 36 عدد نسبي؟ يديك 6. جذر التكعيبي لسالب 64 يديلك سالب 4 عشان ده عدد نسبي. طيب، فاكر دي 7/10 دائر؟ دي كنت انت سيادتك بتيجي تمسك آلتك وتدوس صفر علامة، وتفضل تدوس 7 7 7 7 7 كده لغاية ما يظهر لك السهم اللي قدامك على الشاشة ده، وبعد كده تدوس يساوي فيطلع لك 7/9. يبقى 7/10 دائري ده كان 7/9، وهو بسط ومقام. 2/10 اللي هي 2/10. 5 5/1. صفر صفر على أي عدد. ماشي، سالب تلت 3/4. كل دي أعدادا كل دي أعدادا نسبية. نخش على اللي بعده بقى، اللي هي الأعداد الغير نسبية. ركز معايا يا صديقي كده. العدد الغير نسبي هو عدد لا يمكن كتابته على صورة ألف على ب خلاص، أو إيه على ب، حيث ألف أو إيه وبي عددان صحيحان والمقام لا يساوي صفر، اللي هو بي لا يساوي صفر. ويرمز لمجموعة الأعداد غير النسبية بالرمز كيو شرطة، كيو داش بنسميها. كيو شرطة دي اللي هي كيو داش. يبقى أنا لما أقول لك أعداد غير نسبية يبقى كيو داش، أعداد نسبية يبقى كيو. خلاص. طيب، احنا عارفين بقى ان الكيو والكيو داش دول مجموعتان منفصلتان. يعني ما ينفعش عدد يبقى قاعد هنا شويه ويرجع لك يقول لك انا بقيت نسبي. لا، هو العدد يا اما نسبي يا اما غير نسبي. عشان كده التقاطع بتاعهم فاي. التقاطع بتاعهم بيدي فاي. فلما اجي في الامتحان اسالك هو كيو تقاطع كيو داش بيساوي، تقول لي فاي يا مستر. حلو قوي، ده كلام ممتاز. طيب، تعالى بقى الامثله للاعداد الغير نسبيه، وانا هدي لك برضو في الاخر طريقه مبسطه كده. جذر 2 ده عدد غير نسبي، ماشي، عشان ما ينفعش احطه على صورة بسط على مقام. يعني انا لما اجي اكتب على الآلة جذر اهو 2 وادوس يساوي واروح دايس على الاس دي دي، هيطلع لك عدد كبير جدا. لو الشاشة بتاعت الآلة اكبر هيكمل كتابة، فده يبقى عدد غير نسبي. طب لما اجي اكتب الجذر التكعيبي شيفت جذر عشان يكتب لك جذر التكعيبي الأربعة وادوس يساوي، برضه هيدي لك عدد كبير جدا، يبقى ده عدد غير نسبي. يبقى اي جذر ناتجه عدد كبير جدا هو غير نسبي. فما تجيش تقول لي مثلا انا جيت كتبت لك جذر 64% كده اهو، جذر التربيعي ل 64%، صفر علامه 6 4 يساوي، وطلع لك 4/5 اهو، ده عدد نسبي. ما تقوليش بقى اي جذر مش عدد غير نسبي اهو، دي 8/10. مستر ده كسر، هل ده كسر كبير؟ لا، خلاص. عدد كبير كسري كده يبقى ده عدد نسبي، الصغير ده عدد نسبي، لكن الكبير يبقى عدد غير نسبي. طيب، عندي برضو حاجتين. عندك النسبة اللي هي باي دي اللي هي بتساوي 22/7. معظم الناس دي قيمة تقريبية، لكن الباي أصلا ده الناتج بتاعها 3 علامة 1 4 1 5 9 2 6 5 4 وهكمل. دي لا يمكن كتابتها على صورة بسط ومقام. احنا بنستخدم نسبة مقربة عشان نحل بيها مسائل الدايرة. برضو احنا عندنا في حاجة اسمها الفاي اللي هي المجموعة الخالية، دي مالناش دعوة بيها دي. لكن عندنا فاي بتتكتب بالمنظر ده يا جماعة، بتتكتب كده خلاص، او بيتساب فيها حتة مفتوحة كده
خلاص. دي الفاي دي هي عدد غير نسبي لانها تسمى النسبة الذهبية. النسبة الذهبية دي بنستخدمها في ايه؟ هتفهم بعدين، يعني بعدين كده هتفهم ان احنا بنستخدم دي في حاجة اسمها التشابه في الهندسة. تمام. فالنسبة الذهبية دي اللي هي 1/6، 1/8، 0، 3/3، بتستخدم في حاجات كتير جدا. خلاص. واستخدمناها في عمل الشاشات بتاعة الموبايلات والشاشات بتاعة LCD والكلام ده كله، لان احنا بنستخدم الكلام ده في حاجة اسمها المستطيل الذهبي. تمام. فالحاجتين اللي انا عايزك تهتم بيهم انك تبقى عارف ان الباي ليست عدد نسبي، والفاي اللي هي النسبة الذهبية ليست عددا نسبيا. طيب تعالى نتدرب كده سريعا. انا عندي بيقول لك اي الاعداد الاتيه عدد نسبي ايها غير نسبي. اول حاجه مفيش جذر يبقى ده نسبي على طول، يبقى ده نسبي كيو. طيب جذر 8، امسك آلتي الكريمه واقول لها يا آلة يا كريمه ها جذر 8 يساوي، وادوس على سي، خلاص يطلع رقم كبير يبقى ده كيو داش، يبقى ده غير نسبي. خلاص. جذر التكعيبي لسالب 8، آلتي تعالي شيف جذر سالب 8 هتساوي سالب 2 يا مستر. حلو، دي سالب 2 يبقى عدد نسبي كيو. ده عدد صحيح وكسر اللي هو كسر الايه الغير متجانس، يبقى ده عدد نسبي. خلاص. باي زائد 2، الباي عدد غير نسبي. الاتنين يا مستر مالناش دعوه في باي في الموضوع. الصفر عدد نسبي. طيب جذر 25 ده انا عارفه بخمسه. جذر 7 ده انا ولا عمري شفته، يبقى ده عدد غير نسبي. لو كتبت ده كله على الآلة، يعني انا لو كتبت كده جذر 25 واطلع بره الجذر بس ما انساش اهو، بصوا السهم اهو، زائد جذر 7 يساوي، خلاص وادوس على اس دي، هيبقى ده 7 علامة ارقام كتيرة جدا، يبقى كيو داش 2.5 دائرة اهو، 2 علامة 5 عليها شرطة، تكرر الخمسات يا نجم لغاية ما يظهر لك ايه دوس يساوي، هتطلع 23/9، يبقى ده عدد نسبي، يبقى ده كيو. طيب هنا جذر او سالب جذر 25 اللي هي 5 على 49 اللي هي 7، يبقى ده عدد نسبي. خلاص. هنا جذر 25 اللي هو 5، جذر التكعيبي ل 16 معرفوش، هيفضل زي ما هو. كويس، يبقى احنا لما هنكتب ده يطلع عدد غير نسبي، يبقى انا كده عرفت شكل العدد النسبي وشكل العدد الغير نسبي. طيب نخش على ازاي اجيب نسبة تقريبية. طبعا هجيب نسبة تقريبية دي للعدد جذر 18 مثلا. انا لما احط جذر 18 على الآلة زي ما انا كاتبه لك اهو في الشرح تحت، جذر 18 دوس يساوي وادوس اس دي، هيطلع 4 علامة 2، 4 علامة 2 4. خلاص. 4 علامة 2 4 ده يقع ما بين كام؟ يعني انت هتقولي ده يا مستر 4 علامة 2 4، 24 من 100. خلاص. يبقى اللي قبله كام؟ 4 النسبة اللي قبله، واللي بعده 5. يبقى الجذر 18 ده يقع ما بين الأربعة والخمسة، الأربعة والخمسة. خلاص. تمام كده. طيب جذر التكعيبي ال 25 انا بشرح لك ببساطه عشان ما تتلخبطش. انا لما ادوس شيفت جذر تكعيبي 25 هيساوي 2.9 او 2.92 يبقى ده 2.92. الصحيح بتاعه كام؟ 2، يبقى اللي قبله 2. اللي بعد الاتنين كام؟ 3، يبقى ينحصر ما بين 2 و3. فلما يجي يقول لك هات لي عددين صحيحين متتاليين يقع بينهما اي عدد من دول، بجيب الجذر واخد الصحيح واروح واخد الرقم اللي بعده. الصحيح 2 واللي بعده 3. طيب تعالى لي بقى كده مثلا لو هو اداهوني بالسالب، تعالى يا آلة سالب جذر 33، سالب جذر 33 هيساوي، هدوس على اس دي، هيطلع سالب 5.7 اهو، اقول له يبقى ده بيساوي سالب 5.7. حلو الكلام. يبقى هناخد الصحيح اللي قبله سالب 5 واللي بعده سالب 6، او يعني سالب 6 وسالب 5. خلاص. يبقى هيقع ما بين سالب 6 وكام وسالب 5. يبقى انا كده عرفتك ازاي تثبت ان العدد يقع بين عددين. قدر كل من الاعداد الاتيه. خلي بدل قدر دي خلينا كمان نجيب عددين صحيحين يقع بينهم. طبعا سؤال قدر ده جه في امتحان من الامتحانات. 3 جذر 34 بيساوي، هندوس على اس دي، هيطلع 17، ده تقريبا 17 وكام 49%. خلاص. يبقى اللي قبله 17 واللي بعده 18، يبقى يقع بين 17 و 18. تعال على اللي بعده، السؤال رقم 2. السؤال رقم 2 بيقول لك ايه؟ كبر بس الخط شويه عشان سيادتك تبقى شايف كويس. ماشي، يلا بينا. الجذر او 5 ناقص الجذر التكعيبي 126. هكتب ده على الآلة واشوف 5 ناقص الجذر التكعيبي شيفت جذر 126 هيساوي، ادوس على اس دي، هيطلع سالب، ونبدأ ننقل الرقم 0 علامة 0 1 3 0 1 3. ماشي. يبقى ده يقع ما بين سالب، ماشي، او يقع ما بين الصفر وسالب 1. سالب 1 وايه وصفر، لان ده كسر. حلو الكلام. طيب 1 زائد جذر 5، 1 زائد جذر 5 على الاتنين، 1 زائد جذر 5 على الاتنين، ماشي، هيساوي، دوس على اس دي، 1 علامة 6، يبقى ده تقريبا بيساوي
ماشي، 1 علامة 1.6. طيب يبقى ده يقع ما بين الواحد والاتنين. السؤال بيجي في الامتحان يقول لك هات عددين صحيحين يقع بينهما كل من الجذور الآتية. طيب خش بقى على مجال دراستنا وصلوا على النبي كده وركز معايا. احنا عندنا دلوقتي اعداد غير نسبيه واعداد نسبيه. الاعداد الغير نسبيه اللي هي اسمها كيو داش، والاعداد النسبيه اللي هي اسمها كيو، اللي جواها الاعداد الطبيعيه والاعداد الصحيحه. لما اجمع الاثنين دول مع بعض، لما احط الكيو اتحاد الكيو داش، يديك مجموعه اعداد اسمها الريال نمبر، اللي هي الاعداد الحقيقيه. الاعداد الايه الحقيقيه. انا لما اقول الكيو اتحاد كيو داش تقول لي بتساوي ار، اللي هي الاعداد الايه الحقيقيه. الاعداد الحقيقيه دي هي الاعداد كلها، يعني الاعداد الصحيحه جزء منها، والطبيعيه جزء منها، والنسبيه جزء منها، والاعداد الغير نسبيه جزء منها. يبقى هي دي لمت كل الاعداد اللي في الدنيا، سميناها اعداد ايه؟ حقيقيه. اعداد مالها يا جماعه؟ اعداد حقيقيه. فاهم يا صديقي؟ قال لي فاهم. يبقى اي عدد في الدنيا هو عدد حقيقي الا عدد واحد بس هقوله لك. يبقى في عدد واحد مش هينفع يبقى عدد ايه حقيقي. ايه هو؟ الجذر التربيعي لعدد سالب. يعني ما اقول لك جذر سالب 4 ده مش عدد حقيقي، جذر سالب 2 ده مش عدد حقيقي، جذر التربيعي لسالب 9 ده مش عدد حقيقي. اي سالب جوه الجذر كده ده مش عدد حقيقي. طب السالب بره، لا ده عدد حقيقي. خلاص، يبقى احنا اي عدد في الدنيا هو عدد حقيقي الا العدد الجذر التربيعي اللي جوه سالب. العدد الجذر التربيعي اللي جوه ايه؟ سالب. طيب خلينا نبدا نشوف. بيقول لك ضع رمزا مناسبا ينتمي او لا ينتمي. طبعا ينتمي ولا ينتمي دي للاعداد، وجزئيه وليست جزئيه دي للمجموعات. طيب جذر التربيعي ل3 هل ينتمي للاعداد الحقيقيه؟ طبعا اي عدد في الدنيا ينتمي. طب الجذر 5 ينتمي للاعداد الغير نسبيه؟ اقول له المستر قال لي اي عدد مالوش جذر هو عدد غير نسبي. اهو ده عدد غير نسبي، يبقى ينتمي برضو. طب المجموعة اللي فيها 3 والجذر التكعيبي ل4، جذر التكعيبي ل4 ده عدد غير نسبي؟ ايوه، لكن هل ال3 عدد غير نسبي؟ لا، يبقى دي ليست جزئية عشان مجموعة ما ينفعش احط لها ينتمي. طيب بيقول لك جذر 2 وربع هل هو عدد صحيح؟ هقول له لا طبعا، ده فيه كسر. مش زد دي الاعداد الصحيحة؟ لا، يبقى لا ينتمي. طيب الأعداد الصحيحة مالها بالأعداد الحقيقية؟ قال لي جزء منها. طب الأعداد النسبية إيه علاقتها بالأعداد النسبية؟ ليست جزئية، معرفهاش ولا عمرها شافتها. الأعداد الصحيحة هل هي موجودة في الأعداد الغير نسبية؟ أقول له لأ، ما تعرفهاش، ليست جزء منها. طب الأعداد الغير نسبية إيه علاقتها بالأعداد الحقيقية؟ جزء منها. مش قلنا الأعداد الحقيقية دي كل الأعداد اللي في الدنيا؟ جذر سالب 4 هقول له لا، لا ينتمي. مستر أحمد ولي قال أي عدد جوه الجذر التربيعي يكون سالب، السالب جوه ده عدد غير نسبي، عدد غير حقيقي، يعني الأعداد دي مش أعداد حقيقية. طيب 72 دائر دي ينتمي لكيو داش؟ لا طبعا، ده عدد نسبي يا جماعة. الداش ده أو اللي عليه شرطة ده، الدائر ده عدد نسبي، يبقى لا ينتمي. خلاص. الأعداد الطبيعيه فيها 0 والجذر التكعيبي لسالب 8، اعداد طبيعيه اصلا ما فيهاش سالب، يبقى دي ليست جزئيه. طيب كده ده تمرين بعرفك انواع الاعداد. تعال نخش على حل المعادلات. ازاي نحل المعادلات؟ لازم اعرف مجموعه التعويض. لازم اعرف مجموعه التعويض. ايه مجموعه التعويض دي يا مستري؟ ان انا اعرف انا بشتغل فين. يعني الاكس هنا تنتمي لكيو داش، فانا هنا مثلا في رقم 1 انا هطلع ال3 دي بره بعكس الاشاره، هتبقى 5 اكس تربيع بتساوي 7 زائد 3 يبقى 10. هنقسم على الخمسة يمين وشمال، يبقى انا قسمت هنا على الخمسة وهنا على الخمسة. حلو الكلام، 5 راحت مع 5 يبقى اكس تربيع بتساوي 2. حلو، هناخد جذر، ولما اخد جذر تربيعي، باخد جذر تربيعي يا شباب، بحط موجب او سالب واكتب جذر 2. جذر ايه؟ 2. هل الاتنين دي خلاص تنتمي، او جذر 2 ده عدد غير نسبي؟ قال لي يبقى مجموعة الحل خلاص هتساوي ايه؟ قول لي بقى كده. جذر 2 وسالب جذر 2. جذر 2 وايه؟ وسالب جذر 2. طيب اللي بعده، تعالى هنا برضو. هو هنا بيقول لك اكس تنتمي لكيو داش، عايز الاعداد تبقى اعداد غير نسبيه. طيب احنا اول حاجه ادي ال 64 اكس اس 3 بتساوي سالب 29، دي هنزود عليها 2 يبقى 64 اكس اس 3 بتساوي سالب 27. هنقسم على ال 64 يمين وشمال عشان سيادتك تخلي الاكس لوحدها، يبقى اكس اس 3 بتساوي سالب 27 على 64. هتطلع ناخد لها جذر تكعيبي للطرفين، هناخد جذر تكعيبي لسالب 27 بالآلة، هتطلع سالب 3
وال 64 هتطلع 4. هل ده عدد غير نسبي؟ هقول له لا، لا ينتمي لكيو داش. يبقى مجموعة الحل على طول بتساوي فاي. مجموعة الحل بتساوي فاي لان انا عايز عدد غير نسبي. انا حليت وطلعت رقم بس الرقم ده طلع نسبي. السؤال اللي بعده 3 اكس تربيع زائد 5 بتساوي سالب 4. انا هطلع الخمسة بره هتبقى 3 اكس تربيع. عايز مجموعة الحل الاعداد الحقيقية اكس تنتمي لار. خلاص كده بتساوي سالب 4 والخمسة موجب هتطلع بره سالب. يبقى 3 اكس تربيع بتساوي سالب 9. هنقسم على التلاتة يبقى اكس تربيع بتساوي سالب 3. طبعا لما اجي اخد جذر هتقول لي هاخد الجذر التربيعي للطرفين. يبقى الاكس بتساوي موجب او سالب جذر سالب 3. ده لا ينتمي لار، ده مش عدد حقيقي. يبقى مجموعة الحل برضو هتساوي فاي. يبقى انا فاهم انا بحل ازاي. لازم العدد اللي يطلع يبقى مناسب لمجموعة الاعداد. طيب اللي بعده بص بقى اللعبة الحلوة دي. انت بقى لما بتشوف الارقام دي بتترعب. ركز معايا انا هعمل ايه. انا بلم كل عيلة مع بعض، يعني الاكس تكعيب دي دخلها جنب اختها جوه. فانا هاجي اكتب اهو. بص ركز معايا كده، انا بكتب ايه 3 على 8 اهو اكس اس 3. دي موجب تخش بالسالب سالب ربع اكس اس 3 بتساوي مين واقف بره اللي هو النص. مين هيطلع له النص اللي زيه. طب هو سالب يخش او يطلع بالموجب. طيب بعد كده سيادتك هتطرح دول بالآلة. يعني هاجي اكتب كده بآلتي 3 على 8 3 اهو على 8 ناقص تعالى يلا جنب كده ناقص ربع يساوي تمن. فهكتب هنا تمن اكس اس 3 ونص زائد نص هيديك 1. طيب انا هقسم على تمن، هقسم الطرفين على تمن. فركز انا هعمل ايه. ادي اكس تكعيب بتساوي هكتب على الآلة برضو 1 على تمن. 1 على تمن اهو 1 على 8 يساوي هيطلع لك 8. يبقى اكس تكعيب ب 8. طيب هناخد الجذر التكعيبي. لما الاقي اس احط الجذر بتاعه، يعني ده الجذر الايه التكعيبي. كويس. يبقى انا هقول له اكس بتساوي الجذر التكعيبي للتمانية يا مستر هتساوي 2. كويس. يبقى مجموعة الحل هل الاتنين دي تنتمي للأعداد الحقيقية؟ قال لي اه تنتمي. يبقى مجموعة الحل بتساوي 2. أسئلة سهلة وبسيطة واحنا بنتدرب. ده يعتبر يعني تمهيد للمنهج. طيب اللي بعده اوجد مجموعة الحل من كل المعادلات الآتية. ماشي. اكس تنتمي لكيو داش. طبعا احنا حلينا بقى زيها بالظبط. فانت هتمرن نفسك كده على الاسئله دي وتحلها لوحدك اهو. منسيبهم لك حلهم وابعت لي الاجابات في الكومنتات عشان سيادتك نصححهم لك كده. كل واحده اهي قدامك. يلا يا باشا خلص لي انت بقى دول. تعالى بس احل لك دي. احنا لما هنيجي نطلع الاربعه دي بره اكس تربيع هتساوي سالب 4. بعد كده هنبدا نحط جذر تربيعي. هتبقى الاكس بتساوي موجب او سالب جذر سالب 4. دي لا تنتمي للار. فانت هتقول لي مجموعة الحل، وانا بركز على النوع ده من المسائل عشان بيجي كتير في الامتحان. مجموعة الحل بتساوي فاي. حلو الكلام. 3 مسائل اللي فاتوا وقف كده الفيديو حلهم وابعتهم لي حتى لو صور كده في الكومنتات او ابعتهم لي على الواتساب على الرقم بتاعنا وان شاء الله نرد عليك. كده انتهى الدرس الاول في الجبر اللي هو درس الاعداد الحقيقية. يا رب اكون وفقت ان انا عرضت لكم المسائل بطريقه مبسطه وسهله. ان شاء الله هنبدا في الدرس التاني او حل تمارين الدرس الاول بتاع كتاب المعاصر. هتتابع الفيديو اللي بعد ده على طول هتلاقيني حلل لك كل تمارين المعاصر على هذا الدرس. بالتوفيق لكم جميعا. كان معكم مستر احمد والي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.